في هذه البطولة الفرق اللي عندها إمكانيات كبيرة تريد الذهاب بعيدا والمنافسة على اللقب. التوقعات والآمال مرتفعة الآن ويبدو أن كل شيء جاهز من أجل مباراة ملتهبة. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. خطيرة، جول للجزائر. كل شيء جميل هنا، تمرير وإنهاء وعمل كبير من الفريق. تقدموا في وقت مبكر للغاية من هذه المباراة. يلعبها خلف الدفاع، لكن لم تكن هذه النتيجة المنتظرة. يتواصل لاعب برمية تماس. الجماعة اللي فاتتهم من بداية المباراة، فريق تمكن من إحراز هدف مبكر جدا. هذا فرصة الآن لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا، محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. التسديد الآن، الله على ضربة في المرمى. مستحيل هذا السيناريو، مستحيل هذه الإثارة. الآن نعود وإياكم للبداية بعد تعادل سريع جدا في هذه المباراة. العرضية كانت رائعة وبالسرعة المناسبة، وبالتالي أسيست رائع لهذا الهدف. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. هنا تظهر لك الشخصية وتظهر ردة فعل السريعة من الفريق بتسجيل هدف التعادل سريعا بعد التأخر في النتيجة. يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. عليه أن يتصرف بشكل سريع. خطيرة هنا مرة أخرى ونفس الناتج، فرصة تضيع. الحكم لا يرى أي خطأ هنا. أمين جويري، وجويري، جول للجزائر. الله، عودة للتقدم من جديد. عرف كيف يضرب، هذه ضربة غير عادية بكل تأكيد. يا إلهي، ما أجمل هذا الإنهاء، ما أجمل هذا الهدف. الجزائر متقدم بفارق هدف الآن. البينية حلوة الآن، وفي النهاية لم يتحقق شيء. غابت عنها الدقة في الأوقات الحاسمة. هنا التدخل مثالي بدون شك. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. الآن فرصة للهجوم المرتد، وصلت إليه. هذه فرصة، تصدي رائع جدا من الحارس، تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة.
الآن محاولة لرد الخطورة، تحول سريع في الملعب، وصلت إلى المكان المناسب والفرصة تعود وتستمر الخطورة. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، على الأقل هنا كان متمركزا بشكل سليم وهذا مهم، لكن عليه استغلال الفرصة في المرات القادمة. دفاع يقدم أداء كبير جدا. حلوة هذه التمريرة، جميلة الكرة. سعيد بالرحمة. غويري، قد تكون هذه فرصتهم. خطيرة على المرمى، يا سلام على الفينيشينج، أجمل إنهاء، وضع الكرة بروعة في الشباك. والهدف يأتي، هدف جديد يوضح الفارق في الأداء. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. الإنهاء مميز وشك، واضح أنه يعرف جيدا كيف يتصرف ويتعامل مع مثل هذه الكرات. يضرب الثلاثية، تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. بصراحة أداء كبير جدا في مباراة اليوم. الله على هذه الصورة الرائعة اللي يقدمونها اليوم، سيطرة وأداء كبير وتسجيل هدفين، وربما لو استمر الأمور على ما هي عليه سيتمكن الفريق من تسجيل مزيد من الأهداف. الجزائر نجح في فرض أفضليته في الشوط الأول 3-1. تستأنف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني. لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام، لم تكتمل فرصة. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. كرة من جهة اليمين، اللمسة الأخيرة مفقودة هنا. تاكلينج رائع بدون أخطاء، تمكن من المرور. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. كان يحاول خلق الخطورة من خلال مجهود فردي، لكن دائما الكثرة تغلب الشجاعة. كان أنانية بعض الشيء. تمريرة طويلة، هنا محاولة جيدة خطيرة، فرصة كبيرة الآن. يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. هدف تقليص الفارق، يشعل الأجواء، تزداد الأمور إثارة. كرة ذهبية لا يمكن أن ترفض الهدية. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. غويري ما زال يبحث عن طريقة التخلص من الرقابة. كان يريد أن يلعب الكرة البينية لكنها ضاعت. تغيير اتجاه اللعب على اليمين، مساحة خالية على الجانب، يبعد الكرة عن مناطق الخطورة. عليهم الاستمرار في المحاولة والهجوم. التهور موجود في هذا التقدم، الفريق يحتاج لبعض التوفيق هنا في الهجوم. يلا شوت، يسدد، يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. يواجه الكثير من المشاكل بسبب هذا الضغط البدني القوي. الآن ممكن نشوف هجمة معاكسة. يتدخل ويقطع الكرة. ماندي ارتكب مخالفة هنا والخطأ يحتسب. يجرب حبة بالتسديد،
وضاعت فرصة محققة لإدراك التعادل. الحارس كان حاسما هنا، اتخذ القرار الصحيح وتقدم ليمنع الخطورة. بالتأكيد أنه نجح في ذلك. يمر بشكل جميل بهدوء وكثير من العزم، يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. هذه هي القوة المطلوبة في هذه المواقف. الجزائر عليهم استغلال هذه الفرصة لإنهاء أي أمل في العودة في الدقائق المتبقية من المباراة. بكل قوة، بكل تسديد. الله على هذا التصدي. الصافرة تنطلق وتنتهي المباراة. لا يوجد ما هو أفضل من الفوز في المباراة الافتتاحية. هذا الأمر يمنح الفريق بالتأكيد الكثير من الثقة ويرفع المعنويات لدى اللاعبين. ويري قدم مباراة كبيرة، يستحق كرة المباراة الآن. الجزائر وضع خطة جيدة اليوم من خلال تركيز الهجوم على الوسط وقلب الملعب من أجل الوصول للمرمى، وهذا ما نجح فيه وساهم بعد ذلك في تحقيق الفوز. هكذا تنتهي مباراة الليلة، ونشكركم على حسن المتابعة. نلتقيكم في مباريات قادمة. ابقوا أوفياء للعبتنا الجميلة.